وصحبه ومن والاه. أما بعد، مر معنا في الدرس المتقدم الكلام على أولاد النبي صلى الله عليه وسلم. كم عددهم؟ كم عدد أولاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ 7. من؟ القاسم، عبد الله، إبراهيم. هؤلاء الذكور. زينب، رقية، فاطمة، وأم كلثوم. هؤلاء يعني البنات 4. وكل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من زوجته من زوجته أولاده كلهم من زوجته خديجة إلا إبراهيم من ماريا القبطية، وهي ليست زوجته، إنما هي أمة أهداها له يعني المقوقس عظيم مصر. وكل أولاده ماتوا في حياته أو بعد موته؟ في حياته، إلا فاطمة ماتت بعده بكم؟ ب6 أشهر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبعد 35 حضر بنيان بيت الله لما اندثر. وبعد 35 أي بعد أن كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 35 سنة، 35 سنة من يعني ميلاده، حضر أي النبي صلى الله عليه وسلم بنيان بيت الله لما اندثر، أي قدم واندرس. كانت يعني معنى اندثر يعني أن الريح تأتي وتدفن، يعني الرمل يأتي ويدفن يعني البيت. وكان أيضا يعني البيت قد انهدم بعد جرهم فبنته قريش، وهذه المرة الثالثة بعد بناء خليل الرحمن والخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فأول من بنى الكعبة من هو؟ أول من بنى الكعبة من؟ إبراهيم مع ابنه إسماعيل عليهم الصلاة والسلام، مع ابنه إسماعيل. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ثم بناه بعد ذلك ما يسمى بالعمالقة، ثم بنته أي جددوه. تأتي السيول وتهدم الكعبة، وتأتي الرياح أيضا ويعني تغطي البيت بالرمال، فبناه العمالقة. ثم بعد ذلك بنته قبيلة جرهم، ثم بعد ذلك بنته قريش. ففي الترتيب هم الرابع، ولا يعني من أول من بناه هم يعني المرة الرابعة، ولكن بعد بناء إبراهيم فهم في المرة الثالثة. قال: وبعد 35 حضر بنيان بيت الله لما اندثر. نعم، فجاء ذلك عن يعني عن ابن عباس رضي الله عنه أو غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بنت قريش يعني أرادت قريش بناء الكعبة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يساعدهم في بناء الكعبة، وكان ينقل الحجارة هو والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، عباس بن عبد المطلب. فقال له العباس: خذ إزارك، الإزار والذي يغطي يعني العورة،
واربطه على عنقك لأجل أن تحمل الحجارة فلا تؤثر هنا في كتفك. اجعل الإزار وضعه هنا، اخلع الإزار يعني يكون عاريا. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني خلع إزاره ووضعه على يعني كتفه لأجل الحجارة، فأغمي على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أول يعني مرة، وقال يعني آخر مرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرى الناس عورته فيها. فأغمي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أفاق فجعل يقول أين إزاري أين إزاري، فردوه. فبعد ذلك لبس النبي صلى الله عليه وسلم إزاره. وهذا كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 35 سنة. جاء في يعني بعض الأحاديث أنه قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بنيان بيت الله عز وجل كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ب5 سنين. كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ب5 سنين. وسيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث وعمره 40 سنة. أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث وعمره 40 سنة. قال: وحكموه ورضوا بما حكم في وضع ذاك الحجر الأسود ليس ثم، الصحيح ثم أو تم، لكن ثم أي هناك في ظرف مكان في وضع ذاك الحجر الأسود ثم. وأما تم بمعنى أي تم البناء، لكن تم يعني تم وضع الحجر الأسود بحكم النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أن قريش لما يعني أرادوا يعني أن يبنوا البيت، أرادوا تجديد بيت الله عز وجل، بقي في البيت يعني أحجار. فأولا هدموا البيت، أكملوا هدمه ثم بنوه من جديد. وهناك يعني يذكر أهل السير قصة أنهم لما أن أرادوا أن يهدموا البيت جاء يعني رجل من قريش من كبراء قريش، فأراد أن يهدم يعني لأجل أن يصلحوا، ليس يعني يهدموا البيت بالكلية، وإنما أرادوا أن يجددوا البناء. فكانت تأتي يعني حية، ثعبان كبير ثم حية على البيت يعني فوق البيت، فما استطاعوا أن يقدموا على يعني هدم البيت لأجل تجديده. فدعا ذلك الرجل فقال: يا رب، بمعنى كلامه ومعنى دعائه، إن لا نريد يعني أن نهدم البيت، إن نيتنا حسنة، نريد أن نصلح البيت، فابعد عنا هذه الحية. فجاء يعني حدأ أو صغر كبير فأخذت الحية ورمت بها بعيد. فيعني بعد ذلك هدموا البيت وأعادوا بناءه من جديد. وكانت الحجر الأسود مع الحجارة التي يعني هدموا مع حجارة البيت. فقال يعني جاء في السير أن يعني قالوا: كنا نرى الحجر وكان الحجر الأسود بين حجارتنا، يرى الرجل فيها وجهه يعني أنها تعكس مثل المرآة. فلما أن وصل بنت قريش يعني يبنوا البيت الكعبة بيت الله عز وجل، ووصلوا إلى مكان الحجر، فالحجر ليست في التحت، هي مرتفعة من الأرض، بنوا فوصلوا إلى مكان الحجر فاختلفوا قريش، اختلفوا بطون قريش من هم الذين سيأخذون الحجر.
وسيحملون الحجر. هم يعلمون فضل هذا الحجر وأنه نزل من الجنة، فكلهم يريد أن يتشرف برفع الحجر ووضعه في مكانه، فاختلفوا حتى كادوا أن يقتتلوا. وكان يعني معهم أبو يعني المغيرة أو أبو أمية المغيرة ابن الوليد، وهو أبو أم سلمة رضي الله عنها، كان رجل كبير في السن وكان عاقل، فقال انتظروا يعني نحكم بيننا رجل. فقالوا من نحكم؟ قال أول من يدخل من يعني باب المسجد، أول من يقبل علينا من باب المسجد. فانتظروا، فكان أول من دخل هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فكلهم قالوا جاء الصادق الأمين. قد كانوا يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم بالصادق الأمين لما يعلمون من صدقه عليه الصلاة والسلام. هذا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا جاء الصادق الأمين، فيعني قالوا له أخبروه بما حصل، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه وحمل الحجر هو بنفسه إلى فوق ثوبه، وقال كل قبيلة تأخذ من مكان، فرفعوا الحجر، يعني رفعوا بالثوب إلى مكانه، ثم أخذه النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه في مكانه، فرضوا بحكم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قول المؤلف رحمه الله تعالى. وحكموه ورضوا بما حكم. في ماذا حكموه؟ في وضع ذاك الحجر الأسود ثم. وفي يعني في هذه يعني النسخة في وضع ذاك الحجر الأسود تم، أي تم البناء. قال وبعد عام 40 أرسل في يوم الاثنين يقينا فانقلا في رمضان أو ربيع الأول وسورة اقرأ أول المنزل. هذا ذكر مبعثه عليه الصلاة والسلام. وبعد عام 40 أرسل، أي لما أن أتم النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة، وأكمل النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة من مولده عليه الصلاة والسلام، بعثه الله عز وجل. وهناك قول لكن شاذ لا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث وعمره 43 سنة، والصواب هذا أنه نبئ النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم وبعث النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 40 سنة، وهذا هو الصواب، وهو الذي يعني عليه أكثر العلماء. قال في يوم الاثنين يقينا فانقلا. في أي يوم؟ في يوم الاثنين. في أي سنة؟ وعمره 40 سنة. في أي يوم؟ في يوم الاثنين، وهذا بالإجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه وبعثت أو أنزل علي فيه. ذلك يوم ولدت فيه وبعثت أو أنزل علي فيه. فضل يوم الاثنين بالصيام لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. سئل عن صيام يوم الاثنين، عن يعني لماذا يصام يوم الاثنين وما فضيلة يوم الاثنين؟ قال ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه أو بعثت فيه. قال في رمضان أو ربيع الأول وسورة اقرأ أول المنزل. في شهر ماذا؟ شهر ربيع. هناك يعني خلاف بين العلماء وبين أهل السير
في أي شهر. فمنهم يعني كما ذكر المؤلف قال في رمضان أو ربيع الأول. من العلماء من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في رمضان، بعث في رمضان، واستدلوا بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جبريل يدارسه القرآن في كل ليلة من رمضان، أن أول جاء يعني أن جبريل دارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان. وبعضهم قال في ربيع الأول، في ربيع الأول أو ربيع الأول. وبعضهم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في رجب كما تقدم معنا، لأن يعني بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولد في رجب، فلذلك قالوا بعث في رجب. والذين قالوا في ربيع الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في ربيع الأول وبعث في ربيع الأول. وأما الذين قالوا أنه يعني بعث في رمضان لحديث ابن عباس رضي الله عنه أن جبريل كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل ليلة من رمضان. وهناك من جمع وهو يعني بين القولين أنه في رمضان وأنه في ربيع الأول، قالوا كأول ما يعني بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤيا الصالحة كانت في ربيع الأول واستمرت 6 أشهر. وبعث يعني أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان يرى الرؤيا فتأتيه يعني كفلق الصبح، يعني كالنهار، يعني هذه الرؤيا تكون حقا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا جزء من 46 جزء من النبوة. الرؤيا الصالحة استمرت 6 أشهر. النبي صلى الله عليه وسلم كم يعني استمر في الدعوة إلى الله عز وجل منذ بعثته إلى موته؟ كم سنوات؟ 23 سنة. طيب 23 سنة، السنة كم أشهر؟ 12. قسمة 2 23 23 يكون 46 صح؟ 23 زائد 23 يكون 46. فلذلك النبوة جزء من 46 وهي 6 أشهر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة. ولذلك جمع العلماء بين قول أنه بعث في ربيع الأول والقول أنه بعث في رمضان بهذا الجمع، أن أول ما بدأ به الرؤيا الصالحة كان في ربيع الأول، كان في ربيع الأول. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلو في غار حراء، كانت هذه ابتداء الرؤيا في ربيع الأول. ثم يعني ابتدأ الوحي في اليقظة في رمضان. جاء جبريل عليه الصلاة والسلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اقرأ. كان ذلك في شهر رمضان، كان ذلك في شهر رمضان. يعني جمعوا بين القولين. قال في رمضان أو ربيع الأول، وسورة اقرأ أول المنزل، وسورة اقرأ أول المنزل. وهذا هو الصواب، أن أول ما نزل من القرآن 5 الآيات الأولى من سورة العلق، من سورة العلق. وسورة اقرأ هو قال سورة اقرأ لأنها ابتدأت بإقرأ، إلا هي تسمى سورة العلق. هي 5 الآيات
من سورة العلق: اقرأ. جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء، فقال له: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. أخذه ضمًا، قال له: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. ثم أرسله، ثم المرة الثانية قال: ما أنا بقارئ. ثم أرسله، ثم المرة الثالثة قال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فهذه هي الخمس الآيات الأولى التي نزلت من القرآن على الإطلاق. نزلت من القرآن على الإطلاق. أول 5 آيات من سورة اقرأ، وسورة اقرأ أول المنزل. ويعني قصة مبعثه عليه الصلاة والسلام أنه كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد ويختلي بربه ويتحنث، أي يختلي بربه الليالي ذوات العدد في غار حراء. يذهب يتزود، يأخذ معه طعام، ويبقى ليال في غار حراء يعبد الله عز وجل. وفي يوم من الأيام، وهو يوم الاثنين، جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام بأمر من الله عز وجل وقال له: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. 3 مرتين، وفي المرة الثالثة قال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فخاف النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إلى بيته، وكان لم يكن قد تزوج إلا من؟ خديجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة ولم يتزوج عليها أحد حتى ماتت، ولم يتزوج عليها امرأة أخرى حتى ماتت رضي الله عنها وأرضاها. فهي من أول من أسلم من النساء، وهي التي ناصرت النبي صلى الله عليه وسلم. فرجع إليها وهو خائف، وهو يرتعد ويقول: دثروني دثروني، زملوني زملوني، أي غطوني بالغطاء. فدثروا، فقالت له: ما الذي حصل، أو ماذا أصابك؟ فأخبرها، فقالت: والله لن يضيعك الله، إنك لتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. ثم ذهبت به إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، وكان رجل تنصر يقرأ الإنجيل، كان يقرأ الإنجيل، فكان عنده علم بمبعث نبي في آخر الزمان. فأخذت خديجة رضي الله عنها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى ورقة بن نوفل، فقالت له: إن ابن أخيك هذا قد أصابه ما أصابه. قال: ما الذي أصابك؟ فأخبره بما حصل، فقال: هذا الناموس الذي كان يأتي موسى، والله لو كنت فيها جذعا حين يخرجك قومك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال ورقة ابن نوفل: نعم، ما جاء أحد بمثل ما أتيت به إلا عودي. وحصل كما أخبر ورقة ابن نوفل. إذن هذا خلاصة هذه هذه الأبيات، أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر بناء الكعبة وبناء قريش للكعبة، وكان عمره 35، وأن قريش حكمته في وضع الحجر الأسود، ورضوا بما حكم عليه الصلاة والسلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث وعمره 40 سنة، وكان في يوم الاثنين، وكان في شهر ربيع الأول، وهي بدء الوحي بالرؤيا. وأما الوحي باليقظة
كان في رمضان، وأن أول ما أنزل من القرآن هي الخمس الآيات من سورة العلق. نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.